أهلا بيكم في محاضرة جديدة من MK Frontend Academy. النهاردة هنكمل شغل مع بعض على ال CSS. خدنا المرة اللي فاتت Display Flex، وعرفنا إن هو بيبدأ يعرض العناصر بتاعتنا عن طريق إن هو يبقى كولوم واحد أو على الروز. النهاردة هنشتغل على حاجة جديدة ولا وهي الجريد. الجريد هو شبه جدا نظام الفليكس ولكن بالمزايا أكتر شوية. تعالوا نشوف كده مثال توضيحي للموضوع. زي ما حضراتكم شايفين إن الجريد هو وسيلة إن أنا أقدر بيها إني أحدد العنصر بتاعي هياخد مساحة قد إيه من الشاشة. فلو افترضنا كمثال أنا الهيدر أهو آخد مساحة الشاشة من أول لحد الآخر. ننزل تحتيها في جزء حاجة اسمها سايد بار، وفي كونتنت 1 ده بيسموه مين، وكونتنت 2 كونتنت 3 متقسمين على 3، أو الجزء ده مربع كبير ده متقسم على 3، وفي الآخر خالص الفوتر متقسم على كل العناصر أو على كل الشاشة بتاعت الصفحة. طيب، علشان نقدر نعمل حاجة زي كده بالفليكس صعبة جدا، مش مستحيلة ولكن صعبة شوية. ولكن الجريد بيسهل علينا كتير جدا ان انت تقدر تصمم الشاشة بتاعتك على حسب الشكل اللي انت عايزه. طيب، تعالى نبدأ نخش على كود ونشوف بيتكتب ازاي. اول حاجة نبدأ نشتغل عليها على بعض ان احنا نبدأ نعمل div ونديها كلاس ونسمي دي البيرنت بتاعنا، يعني ده الاب اللي هيشيل كل العناصر تحتيه، ونعمل ديفات تانية تحتيهم ونسميها كلاس ونعمله ايتم 1، نكتب هنا ايتم 1 يعني عنصر واحد او اول عنصر. ممتاز جدا. طيب، انا دلوقتي لو جيت عرضت الشاشه بتاعتنا عملنا جو لايف هتلاقينا بالشكل ده. طبعا احنا مش عارفين العنصر قد ايه وحجمه قد ايه، فخلينا نعمل اول حاجه باك جراوند ليهم. نعمل دوت بيرنت، نعمل باك جراوند بالشكل ده، وهنعمل دوت بيرنت تاني، نعمل ديف، يعني نختار كل الديفات اللي جوه البيرنت ونخليه في باك جراوند كلر، نخليه كمثال باللون ده. نعمل سيف، طلعنا بالشكل ده. تمام. عشان نبدأ نشتغل على اجريد لازم ندي العنصر الكبير اللي شايل كل العناصر اللي تحتيه ديسبلاي جريد، ديسبلاي ونعمله جريد. كل اللي هنبدأ نعمله دلوقتي ان احنا نحدد الشكل بتاعنا عامل ازاي. هنعمل جريد اريا، جريد تمبلت اريا، ونبدأ نشتغل ونشوف العناصر دي هتشتغل ازاي. طيب، في الاول خالص نعرف الاول عندنا كام عمود. ادي العمود الاولاني، وادي العمود التاني، وادي العمود التالت. ولكن هنا العمود ده صغير والعمود ده كبير، فده قد يكون اخد ايه اتنين من ده. بعد كده عندنا واحد، وهنا اتنين يبقى كده تلاتة، وهنا اتنين يبقى كده خمسة. يبقى احنا عندنا 5 عواميد. بكل بساطة هنعمل عمود واحد، عمود اتنين، عمود تلاتة، عمود أربعة، عمود خمسة. تمام. العواميد دي المفروض إن أنا هسجل فيها إيه؟ هسجل فيها اسم العنصر اللي أنا عايز أخليه ياخد الحيز كله. طيب، بكل بساطة يبقى هنعمل الهيد بتاعنا. الهيد بتاعنا أخد قد إيه؟ أخد 5 عواميد. طيب، حلو جدا. نيجي للسطر اللي تحته، أخد إيه؟ سايد بار أخد واحد. سايد، خليه سايد بس عشان منبقاش كاتبين كتير. وخد إيه جنبه؟ خد الإيه؟ الكونتنت، أو خد كونتنت 1 يعني نخليه مثلا مين. المين خد قد إيه؟ خد كل مين. نيجي اللي تحته، عندنا إيه؟ عندنا سايد بار، خليه سايد بار وسايد. وكونتنت خد قد إيه؟ كونتنت واحد واتنين، يبقى نسميه مثلا إيه؟ بي 1. بلاش خليها كونتنت بقى خلاص. كونتنت 1. طيب، وجنبه يبقى إيه؟ جنبه يبقى بي 1 واخد حيزين، وبي 2 وبي 2. بس ندي مسافات
عشان نعرف الواحدة واقفة جنب مين. ممتاز جدا. طيب وتحت خالص في ايه؟ في الفوتر بتاعنا او نهاية الصفحة. ممتاز جدا. طيب تعالى نرجع للشكل بتاعنا. هو فرده بس انما ما تغيروش بالشكل اللي انا عايزه. طيب عشان يقدر يغيره بالشكل اللي انا عايزه، كل اللي انا هبدأ اعمله، هدي كل ايتم، الايتم 1 انا مسميك ايه؟ مسميك هيد. يبقى الجريد اريا بتاعتك اسمك هيد دوت ايتم 2. ايتم 2 مسميك سايد جريد اريا سايد. يعني كده بعمل ايه؟ بصنف كل ايتم بالشكل اللي انا عايزه. بصنف كل ديفايه، بقول لك يا ديف انت مسؤوله، او الاريا بتاعتك اللي اسمها سايد، اللي اسمها هيد، واللي اسمها مين. يبقى كل اللي عملناه، احنا عملنا الاسم بتاع الايتم عشان يبدا يشيل الهيد. يعني ده الايتم 1، المفروض ان هو اخد الحيز من اول الصفحه لحد اخر الصفحه. طيب عشان يبقى واضح معانا، تعال ندي كل ايتم لون. ممتاز جدا. طيب هنكبر كده شويه بس عشان نعرف نشوف المنظر عامل ازاي. ادي الايتم 1 اخد الحيز ده كله، وادي ايتم 2 اخد الحيز ده، وايتم 3، ايتم 4، ايتم 5، وايتم 6. يبقى كده انا عملت نفس التصميم بتاعي اللي هو ده، وعملته هنا. كويس جدا. وبالتالي اقدر ادخل جوه الديف دي مثلا كمثال جوه الايتم 1 اللي انا عايزه. لو كمثال كتبنا الهيد، وجوه الايتم 2 كتبنا السايد بالشكل ده. تعالى نشوف، ادي الهيد، وادي السايد. وكذلك برضو لو عملنا الايتم 3 خليناها المين بالشكل ده. يبقى هو نفس التصميم اللي احنا عملناه. طيب، طب اللي اختلف ايه معانا تاني؟ اللي اختلف الحجم او الارتفاع بتاعه اللي هو الهايت. طيب مفيش مشكله، نقدر نعمله دلوقتي مع بعض ان شاء الله. ممتاز. طيب وفي هنا برضو خلي بالنا، خدنا ايه؟ مسافات كده ما بين كل عنصر والتاني. طيب لو نفتكر كنا اخدنا حاجه زي كده عن طريق حاجه اسمها الجاب. بكل بساطه لو عملنا جاب، احنا عندنا دلوقتي الجاب بيبقى رو جاب وعندنا كولوم جاب. ده مسؤول عن الروز وده مسؤول عن الكولوم. ممتاز جدا. طب لو عملنا جاب من غير اي حاجه، هيعمل الاثنين زي بعض. يبقى كده جاب لوحدها من غير اي حاجه، لو عملنا مثلا 10 بكسل هيعمل اليمين الروز والروز والكولوم. يعني هيفرق ما بين ده، ما بين الاثنين دول كده الكولوم، وهيفرق ما بين الروز اللي هي بالعرض. ممتاز جدا. تمام. وده شكل التصميم بتاعنا. طيب. طيب هنبدأ نشتغل دلوقتي على الارتفاع بتاع كل صف. هنعمل جريد تمبلت رو، ونخليه مثلا 100 بكسل. نعمل سيف. ممتاز جدا. واخدين بالكم ان ايه العنصر اللي زاد ارتفاعه؟ اول عنصر بس اللي هو الهيد.
طب ليه ما زادش كله؟ لان بكل بساطه هو بيشتغل عدد الصفوف. يعني كمثال، اول صف 100، تاني صف ما كتبتلوش حاجه، تالت صف ما كتبتلوش حاجه. اللي هو ايه بالظبط عندنا؟ شايفين الديسبلاي اريا؟ ادي كده صف واحد، صف اتنين، صف تلاته، صف اربعه، يعني يبقى انا عندي اربع صفوف. عشان ابدا اعمل كل صف ليه ارتفاع معين، ادي اول 100، نعمل التاني 200، والتالت 200، والرابع 100. بقى معانا بالشكل ده. طب عشان نتاكد طبعا من الشكل بتاعنا، تعالى ندوس F12، نعمل انسبكت، وادي سيلكتور. شايف هنا جايب لك كام؟ 410. هنا جايب كام؟ جايب 100. وهنا جايب كام؟ جايب 200. وادي 200. ليه بقى ده 410؟ عشان في اوريدي جايب ما بينهم 10 بيكسل. وادي في الاخر 100. لو جينا حتى نشوفها في البوكس موديل هنلاقي ان هو ده الهاي بتاعه 100. ده الهاي اهو. طيب تعالى نشوف ده. الهاي بتاعه 410. وال10 اتفقنا عشان في جاب اللي هنا، الجاب اللي هنا، تمام، اللي هي جايه ما بين الكولوم، الرول الاولاني ده والرول التاني ده، في 10 بكسل هنا المفروض ان هم جاب، فهو بيزيدهم في السايد بار، لان هو هنا السايد بار مش مفصول. تمام، ممتاز جدا. طيب، طب انا كده عملت الحجم بتاعي بتاع الارتفاع بتاعي. طيب طب لو انا مش عارف هو الارتفاع بتاعي قد ايه، او عدد العناصر بتاعتي قد ايه، وطبعا التكرار، احنا عندنا فكره عدم التكرار. طيب فعملوا لنا حاجه اسمها ريبيت. هتكرر كام؟ هتكرر 4 مرات، كوما، في 100 بكسل. ده هنا بالتساوي، يبقى هنا عملها بالتساوي كلهم 100. كل عنصر اخد 100، مفيش مشكله، يبقى العنصر بتاعنا تمام. تمام جدا. يبقى عملنا مع بعض ريبيت، ان هو يبدا يكرر 4 صفوف، ويبدا يعمل كل صف في 100. طيب في حاجه تانية عندنا. لو انا دلوقتي عندي، بدل ما اعمل البكسل، او بدل ما احدد عدد البكسلز بتاعتي، في عندنا حاجه اسمها فراكشن. يعني ايه فراكشن؟ يعني كمثال بسيط جدا، نفترض ان انا اخدت ان ده اخد 1 فراكشن، وده اخد 2 فراكشن، وده اخد 1 فراكشن. طيب معناه ايه بقى الكلام ده؟ معناه ان كل عنصر من دول، يعني ده هيبقى واحد، وده هيبقى ضعف حجم الواحد، يبقى هيبقى ضعف حجم الواحد. بمعنى اصح، خلينا كده نشوف مع بعض. 1 اف ار، 2 اف ار. هنشوف حصل ايه. تاخد بالك ان ده حجمه مرتين اكبر. ادي واحد، خد 2، وادي خد 2، خد واحد، خد واحد. فانا عايز مثلا كمثال، خلي ده 2 اف ار، خلي ده 4، وده واحد وواحد، بس نشوف الفرق. شايف الفرق قد ايه؟ الفراكشن هو بيقيس المسافة بتاعت الصفحة، ويقدر يقسمها على عدد الفراكشنز بتاعتها. طيب هنا كده نشوف ده هيبقى الريتس بتاعه قد ايه، والهاي بتاعه قد ايه. ده 300 او 37، والواحد منه 18. 18 وكسر، 18 كسر ضعفها او في 2 تدينا 37. طيب احنا عملنا ده 4، فالمفروض 18 في 4 يدينا 103، وده هيبقى 3 74. تمام، ودي الفراكشن الاخير 18، يبقى ده شبه ده، يبقى ده واحد، ده واحد، وده 3، او ده 2 تقريبا، ده 2، وده 4، والأربعة دي متقسمة على 3، وده خد 3 وده خد 1. هي دي الطريقة اللي بتقدر تشتغل عليها بدل ما تكتب البكسل بتاعه. دي تنفع ودي تنفع، مفيهاش أي مشكلة خالص. تمام، ممتاز جدا. طيب هل ده بينفع يشتغل كمان مع الكولوم؟ طبعا نفس الطريقة.
وادي كنترول اس. طيب هنعمل زوم. طيب خدت بالك ان هنا ده اوريدي اصلا مش هيتاثر لان هو اوريدي اخد الفول ويدث بتاع الشاشه. اللي هيتاثر بس العناصر اللي جوه، يعني ده دول هيتاثروا. تمام. دول هيتاثروا ليه؟ اوريدي احنا عندنا 5 مش 4. نعمل ده 2، ده 1 وده 1 F. طيب ليه هيتاثروا؟ لان هم دول الوحيدين اللي اخدين ويتس. ده الوحيد اللي اخد ويتس، لان الباقيين كلهم اخدين ايه؟ اخدين ده الفول وده فول، مفيش اي مشكله بالنسبه له. ده اخد ايه؟ ده اخد 2 اف ار. طب نفترض بقى ان اول واحد ده خليه ناخد 7، يبقى حجم كبير قد ايه؟ اخد كل الحيز الشاشه بتاعه. طيب ايه تاني عندنا؟ طيب خلينا نرجع بس للشكل ده. ممتاز. طب نفترض انا البي 1 ده مش عايز اخد كل ده وعايز حته هنا فاضيه. بكل بساطه لو انا شلت ده وعملت دوت سيف، ساب لي حته فاضيه هنا اهو. والمسافه الفاضيه دي مش هتتغير لان هو اوريدي اخد حيزها، فمش هتغير معاك. فدي برضو طريقه نقدر نشتغل عليها عشان لو عايز تعمل صور بطريقه معينه. تمام. ممتاز جدا. طيب علشان وقت الفيديو بس ما يبقاش طويل جدا عليكم، خلينا نكمل في المحاضره الجايه. احنا كده اوريدي اخدنا كل الحاجات اللي احنا عايزين ناخدها في جريد. خلينا نتابع المحاضره الجايه تطبيق عملي على الموضوع ده. وما تنساش تفعل زر الجرس وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم المحاضره الجايه. معاك محمد صالح من MK Front End Academy. مع السلامه. برعاية MK for Web Solutions.